القصه ديال اليوم هي واحد الواقعه اللي هزات المغاربه كاملين في الايام الاخيره. فاجعه اللي مشى فيها ضحيه عمرو يلاه 19 سنه. طالب انوار اللي لقاوه مقتول في الشقه ديالو بمدينه طنجه. شاب اللي كان ضحيه غدر الاصدقاء، وبحكم انه مشهور القضيه ديالو عرفت تعاطف كبير من طرف المغاربه كاملين. انور هو واحد الشاب اللي في العمر ديالو 19 سنه. بعد ما خدا البكالوريا ديالو في مدينه العرايش قرر انه يكمل الدراسه ديالو في مدينه طنجه، وبحالو بحال كاع الطلاب مشى وكرا في واحد الشقه اللي كانوا كارهين فيها بزاف ديال الشبان. انور كان معروف بالاخلاق ديالو الحسنه، وعلى حسب التصريحات ديال الاصدقاء والجيران ديالو كان شاب ظريف ومرضي والديه، كان تيقرا مزيان وكان شاب طموح باغي يدير المستقبل ديالو ويخدم باش يفرح الابوين ديالو. المهم كان مقابل القرايه ديالو وكان تيمارس الرياضه، وبحال بزاف ديال الشباب ديال هذا الوقت كان تيدير فيديوهات في التيك توك وفي اليوتيوب. وبما انه كان كيتريني كان كينشر الفيديوهات ديالو في لاصال اولا في المقاهي مع الاصدقاء ديالو. الشقه ديال انور ما كانش كتخوى، صحابو بنات ودراري ديما جايين لعندو كيقصروا كينشطوا كيديروا اللايفات ستوريات والتحديات وكيلوحوهم على مواقع التواصل الاجتماعي. واحد النهار انور قرب العيد ميلاد ديالو وبغى يدير الحفله ويعيط على الاصدقاء ديالو. فعلا داكشي اللي دار، عرض على الاصدقاء ديالو المقربين وغادي يجيو ايضا بعض المتتبعين اللي متبعينه في التيك توك بغاو يتلاقاو معاه باش يقولوا ليه عيد ميلاد سعيد. وصل النهار ديال الحفله تجمعوا عنده الاصدقاء ديالو في الدار، بداو كيباركوا ليه كيجيبوا ليه الكادويات. المهم دوزوا ديك العشيه ناشطين وفرحانين، ومن بين الناس اللي حاضرين كانوا اصدقاء ديال المدعوين اللي جايين معاهم وما كيعرفوهمش انور، لكن بحكم هو شاب مشهور فرحب بكل شيء. من بين هاد الاصدقاء جات واحد البنت مازال صغيره عندها 17 سنه، جات مع واحد الصديقه ديالها وتعرفات لاول مره على انور، وكان هذا هو اول لقاء بيناتهم. فخلال الحفله بحال ديما انور بدا كيصور فيديوهات وكيلوحهم في مواقع التواصل الاجتماعي. وبحكم ان انور كان شاب وسيم وبشوش ديما ضحك ومقبول عند الناس، هاد البنت بدات كتحاول انها تقرب منه وبدات كتصور معاه في دوك الفيديوهات وكتضحك معاه. منين دازت الحفله وسالات هاد البنت جات عند انور وبدات كتهضر معاه وكتضحك معاه وكتجاملو. انور دار ليها خاطرها، بدا حتى هو كيضحك معاها، وفي الاخر تبادلوا الارقام ديالهم. هاد البنت بدات كتصيفط ليه ميساجات كتحاول تواصل معاه يوميا. انور كان مره كيجاوبها ومره ما تيجاوبهاش، بحكم كانوا تيهضروا معاه بزاف ديال البنات وبزاف ديال لي فان، يعني عنده زايد ناقص. المهم هاد البنت واخا ما كانش كيعطيها وقت كانت مصره انها تبقى تلاقى معاه، ولات ديما كتمشي مع ديك صاحبتها اللي هي بدورها الصديقه ديال انور. المهم ولات ديما كتمشي معاهم، الا مشاو القهوه كتمشي معاهم، الا مشاو كيراجعوا كتكون معاهم، كتحاول ما امكن انها تقرب منه. بقات الامور هكا بيناتهم نهار على نهار حتى هاد البنت بدات كتكون مشاعر تجاه انور ولات كتبغيه بزاف. فمشات عنده مباشره وصارحته بهذا الشيء، قالت له بلي انا تنبغيك وما نقدرش نعيش بلا بيك واي حاجه نديرها على قبلك. انور ما كانش واخد الهضره ديالها بجديه، ما كان كيدير معاها حتى شي رد فعل، وهي بقات كتقول لي علاش ما كتحسش بيا، علاش هادي علاش هادي. المهم هضره ديال البنت قاصر، مازال صغيره ومازال طايشه ما عرفاش شنو كدير. المهم هو بقى منخ لها وهي لاصقه فيه، شحال ما كتلصق فيه شحال ما كيتهرب منها، وبكثره ما كانت كتلاحقوا بدات يغوت عليها وتيقول لها بعدي مني سيري في حالك راه ما نصلحش ليك. لكن في نفس الوقت انور بحال الا بغينا نقولوا حس بشويه ديال الغرور. شاب صغير يلا عنده 19 سنه وسيم كيشوف البنات لاصقين فيه فاكيد غادي يحس بالغرور. فهنا هذوك الميساجات اللي كانت كتصيفط ليه والاعترافات اللي كانت كتقول ليه كيمشي وكيوريهم لصاحبتها اللي هي الصديقه ديالو، تيقول ليها شوفي صاحبتك شنو تتقول ليا انا ما دايهاش فيها وهي لاصقه فيا. كتمشي هاد صاحبتها وكتوريها الميساجات اشنو كان تيقول عليها. فهاد البنت ما رضاتش وقالت كيفاش هاد خينا قالت كيبهدلني وكيشوه فيا، انا اعترفت ليه بالحب ديالي ليه وهو كيضحك فيا الناس، علم الله لما نصيفط هاد الميساجات غيكون مصيفطهم لصحابو كاملين.
فما حملاتش راسها وحسات فعلا بالحقره. المهم دازت الايام، واحد النهار انور وصحابو كانوا دايرين يتجمعوا عنده في الشقه باش يراجعوا الامتحانات، مجموعين بحال ديما كانوا الدراري والبنات، وكانت هاد البنت وصاحبتها. في الوقت اللي كانوا هما تيحفظوا مشات هاد البنت للثلاجه ووضعات منوم في واحد المشروب ديال انور. هاد الشيء كانت مخططه ليه مزيان وقدرات دير هاد الشيء بلا ما يعيق بها حتى شي واحد. منين سالوا المراجعه ديالهم كلشي خرج ومشى بحالو وحتى هي خرجت، لكن منين خرجت هزات المفتاح ديال الشقه بلا ما ينتبه ليها حتى واحد. وفعلا داكشي اللي خططت ليه هو اللي غادي يوقع. انور مشى وخدم الثلاجه هذاك المشروب وشربو وغلب عليه النعاس وناس. دازت مده وهي ترجع للشقه، حلات الباب بالساروت ودخلات واتجهت نيشان للبيت اللي ناعس فيه انور، وهنا قامت بالتصفيه ديالو بطريقه بشعه كيف ما شفتوا كاملين. من بعد خدات الهاتف ديالو اللي كان كيتحل بالبصمه، خدات صبعو وحلات به الهاتف، دخلات الحسابات ديالو في التيك توك وفي الانستغرام وحذفات كاع الصور والفيديوهات، لان في هذوك الفيديوهات الاخيره اللي نشر ديال الحفله ديال العيد ميلاد ديالو كانت باينه فيهم وخافت لا يعيقوا بها ويعرفوها، فمسحات كل شيء. من بعد خلات الهاتف حتى الجثه وهربت. المهم في ديك الليله الام والاب ديال انوار كانوا كيتواصلوا معاه في الهاتف ولكن ما كيجاوبهمش، وهنا تخلعوا بزاف وحسوا بشي حاجه واقعه ليه لانه هو ما موالفش ما كيجاوبهمش ويوميا كيهضر معاهم. فتسناو حتى يصبح الحال واتجهوا مباشره من العرايش لطنجه باش يشوفوا ولدهم شنو وقع ليه. وفعلا منين مشاو عنده للشقه ودخلوا كيتفاجئوا بالولد ديالهم مذبوح وغارق في دماياته. فعلم الله كيف كانت الحاله ديال والديه مساكن. الام ديالو والاب ديالو فاش شافوا هذاك المنظر اكيد ما غاديش تكون سهله، ففي البلاصه عيطوا للبوليس وفي اقل من 48 ساعه وبفضل الحنكه ديال رجال الامن والمجهودات ديالهم قدروا انهم يجبدوا هاد البنت في ظرف وجيز. وكيف ما كتعرفوا فاش كتوقع شي فاجعه بحال هكا كيخرجوا بزاف ديال الاشاعات وكيكثر القيل والقال بزاف. كاين بعض الناس اللي قالوا باللي الدراري اللي كانوا تما في ديك الشقه كانوا كيتعاطاو المخدرات، فاحتمال كبير ان شي واحد فيهم يكون حتى هو مشارك في هذه الجريمه. وكاين اللي تيقول باللي انور استفرد بهذيك البنت في الشقه ديالو وبغى يتعدى عليها، فهي دفعت على راسها وقتلته بهذيك الطريقه. فنتمناو ان الابحاث ديال الشرطه تبين لنا الحقيقه في هذا الملف، خصوصا ان هاد البنت كان معاها شي واحد اللي ساعدها في اخفاء اداه الجريمه وتستر على جريمه قتل، وقالوا باللي هو من احد الاقارب ديالها. فخلال الاستنطاق ديال هاد البنت ادلت بشهاده طبيه كتعود لسنه 2020 كتقول بانها كانت كتلقى علاج نفسي عند طبيب نفسي بسبب مشاكل عائليه كانت كتعيشها، بمعنى ان عندها اضطراب نفسي، ووقت ارتكبت الجريمه ما كانتش في الوعي ديالها. المهم كانت كتحاول تبرر وتدافع على راسها باي وسيله. مازال تفاصيل اخرى اللي غتبان في الايام القادمه، فنتسناو الحكم اللي غادي يطبق في حق هذه البنت القاصر وكذلك الشخص اللي من عائلتها وتستر على الجريمه اللي دارت. الله يرحم انور ويجعل مثواه الجنه ولا يصبر والديه مساكن حتى هما. بغيتكم كاملين ترحموا على انور وتقولوا لي العبره من هذه القصه هذه ومن هذا الشيء اللي وقع ليه. شاركوني الاراء ديالكم في التعليقات، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا بالقناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.